الممثلات. النسبة دي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر اللي أقامته جمعية حياة بلا تدخين في مقر منظمة الصحة العالمية. تم عرض التجارب التركية والأمريكية اللي أصدرت قوانين بتمنع عرض أي مشاهد للتدخين داخل الأعمال الدرامية سواء الحديثة أو حتى بيطلبوا إن في الأفلام القديمة تحذف هذه المشاهد. بل أكتر من كده، الحكومة التركية بتلزم كل قناة إنها تخصص يوميا 3 دقائق خلال وقت الذروة للتوعية بعدم التدخين. أما في هوليوود فديزني بتقوم بحملات مناهضة للأعمال اللي تحتوي على أي مشاهد مدخنين. متهيألي اللي بيتفرج على أي أفلام عالمية دلوقتي قليل قوي أما يلاقي فيه بطل بيشرب سجاير. إحنا أبطالنا في كل الأفلام اللي ما بيدخنش بيخلوه يدخن. نشوف التقرير. منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع الجهات الرسمية مثل وزارة الصحة في عندنا حفل عن إعلان نتائج رصد للمسلسلات الدرامية بقنوات التلفزيونات الخاصة المصرية، خاصة للمسلسلات المصرية اللي أنتجت في شهر رمضان الماضي وعرضت على المشاهدين على أساس نشوف قياس مدى توافق المسلسلات والبرامج الإعلامية بمنع مشاهدة التدخين. النهاردة المؤتمر بيتكلم عن دور الدراما والإعلام في قضايا المجتمع، وطبعا الدراما والإعلام ليهم دور جامد جدا وخاصة في قضية التدخين وقضية التبغ. وجودي النهاردة سعيدني جدا، تكريم النهاردة من خلال منظمة الصحة العالمية ومنظمة حياة بلا تدخين. مشرفني جدا جدا التكريم النهاردة من خلال المنظمة اللي بتهتم بوجود حياة أسعد وصحة أفضل في حياة بلا تدخين. الملتقى الجميل اللي بيحصل هنا في منظمة الصحة العالمية مهم للغاية الحقيقة. كلنا عارفين الدراما بتأثر على حياتنا ازاي. كم واحد فيكم بيتفرج على مسلسلات التلفزيون؟ كم واحد فيكم بيتفرج على المسلسلات الأجنبية والمسلسلات العربية؟ خدوا بالكم كده، المنظمة كتير جدا حاولت انها تؤكد انه المسلسلات نقول فن بلا تدخين. يا ريت يا رب. الفنان قدوة. لما بشوف الفنان ماسك السيجارة قدامي وفي كل الأفلام بتاعت زمان وبعدين بنرجع دلوقتي بنشوف المسلسلات، كل ما بنطالب إنه ما يكونش في دعاية مباشرة من شركات التدخين بنلاقي بالعكس دخلهم في المسلسلات وخلوا الناس تقلد. من فضلك كل فنان بقوا نجيك، انت قدوة، بلاش وإذا بوليتم فاستتروا، بلاش قدام الناس. في ظاهره في المسلسلات انا ما بنكرهاش، محدش يقدر ينكرها، ان بقت بتعتمد اعتماد كامل، يعني مفيش مسلسل يخلو من التدخين. وده طبعا محتاج مننا وقفه، محتاج ان يحصل قعده مع كتاب الدراما وتبني افكار تناهض يعني التدخين وتبين للناس وتظهر للناس ايه الاضرار. الناس واضح انها مش مؤمنه او مش مستحسنه وسائل التحذير. عملنا مؤخرا او من سنه فاتت بروتوكول مع منظمه الصحه العالميه، والنهارده احنا في مؤتمر جوه منظمه الصحه العالميه علشان نناقش بعض المسلسلات اللي اتعرضت في رمضان اللي فات واثر التدخين على المشاهدين، واذا كان التدخين كان صفه دراميه لازمه في المشاهد الدراميه الموجوده في المسلسلات، او انها دخيله او انها ملاش لازمه اصلا. فده كله هنناقشه النهارده ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله يا رب نقدر نوصل لحلول ان نقدر نخلي دراما بلا تدخين زي ما بنحلم ان يكون في حياه بلا تدخين. لان احنا بنحاول بقدر المستطاع خصوصا في الدراما المصريه بصفه خاصه ان احنا نمنع مشاهد التدخين في المسلسلات، بس طبعا يعني الا في حدود يعني بسيطه جدا، اللي هو الحتميه الدراميه اللي هي لازم يكون الممثل او الممثله بيشربوا سجاير في مشهد معين، بس ده برضه لازم يكون ليه مبرر درامي ان احنا بنبين الاثر السلبي للتدخين، لان صدقوني التدخين حاجه مضره جدا ووحشه جدا. ربنا يعني يكرم الجميع اللي بيدخنوا ان هو يخليهم يبطلوا. طبعا دون أن نوجه اتهام مباشر يعني للفنانين، بس هم لازم يعرفوا أنهم قدوة، وأنهم أما بيشربوا سجاير أو بيدخنوا سجاير على الشاشة الكثير من الشباب الصغير بيقلدهم.
بيقول فلان بيعمل كده فأنا بعمل زيه. حاجة تانية لازم يعيها الفنانين، إن في ناس كتير قوي عارفة دلوقتي، طبعا دون توجيه اتهام لأشخاص بعينهم، إن في كتير قوي من شركات التدخين السجاير في العالم اللي بتدفع فلوس للفنانين عشان يطلعوا وهم بيدخنوا عشان خاطر للترويج لفكرة التدخين. فياريت يكون في وعي بهذا الأمر، ويكون الواجب المجتمعي. ومصر فيها عدد كبير جدا للأسف من المدخنين، خصوصا دلوقتي الخطر إن في مدخنين أطفال، في أجيال طالعة كاملة من المدخنين. فياريت مصر، ياريت الفنانين يعوا دورهم كقدوة في هذا الموضوع.